جماهير ليفربول تهاجم إدارة الفريق بسبب محمد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام. فيديو جديد هنتكلم من خلاله عن رد فعل جمهور نادي ليفربول على تألق النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الجديد طرابزونسبور التركي والهجوم على إدارة الفريق. ولكن قبل ما نبدأ اعمل لايك، اعمل شير للفيديو، اعمل اشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه على القناة. والبداية مع خير الكلام، اللهم صل وسلم دائما ابدا، اللهم صل على محمد. النجم المصري محمد صلاح كان بيلعب بالامس مع فريقه طرابزونسبور التركي امام باشك شاكشهير في الدوري التركي. محمد صلاح كان نجم المباراة بلا منازع، تألق بشكل كبير جدا، سجل الهدف الأول عن طريق هفوة من حارس مرمى فريق باشاكشهير، ثم الهدف الثاني عمل كده 1-2 من الجبهة اليمنى بشكل رائع جدا، تقريبا نفس الهدف اللي سجله في مرمى المنتخب النيوزيلندي في كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري لما عمل كده 1-2 مع اللاعب زيكو. وكمان صلاح حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 67 ولكن الحكم لم يحتسبها، بالرغم من ان كل خبراء التحكيم قالوا انها ركلة جزاء صحيحة. كمان محمد صلاح سجل الهدف الثالث والهدف الرابع والحكم لم يحتسبهم بطريقة غريبة وطريقة عجيبة، وكل خبراء التحكيم أشادوا أو قالوا إن الأهداف صحيحة، وبالتالي لو إن كان في عدل تحكيمي كان محمد صلاح سجل 4 أهداف. بالإضافة إلى الأهداف اللي سجلها، محمد صلاح كان بيوزع هدايا على زملائه في الملعب، وقدر يصنع أكتر من 6 أو 7 فرص لزملائه للتسجيل، ولكن أضاعوهم بغرابة. المهاجم النيجيري اللي هو نواتشو أضاع 4 فرص محققين من صناعة محمد صلاح، وبالتالي محمد صلاح كان نجم فوق العادة. موقع أوبتا للإحصائيات عطى تقييم لمحمد صلاح في هذه المباراة 10 من 10، وده نادر لما الموقع بيد تقييم 10 من 10 للاعب. في الوقت ده ليفربول كان بيلعب مع نيوكاسل في الدوري الانجليزي، هم صحيح تعادلوا 2-2 او 1-1، ولكن ليفربول لم يظهر بمستوى جيد، خاصة الخط الهجومي. كان بيلعب في الجانب الايمن اللاعب نجومة الشاب نجومة، على الرغم من انه بيلعب في الجانب الايسر ولم يقدم شيء، وبالتالي جمهور ليفربول طلع هاجم ادارة الفريق وهاجموا الادارة الرياضية، هاجموا مايكل ادواردز وريتشارد هيوز بسبب رحيل محمد صلاح، وقالوا ان محمد صلاح كان لازم يكون موجود حتى يتم الاحلال والتجديد ويتم التعاقد مع صفقة كبرى تعوض محمد صلاح. قالوا ان محمد صلاح كان ممكن يقدم موسم او 2 على المستوى العالي مع ليفربول. هنستعرض مع حضراتكم رد فعل جمهور ليفربول والتعليقات اللي كتبوها على السوشيال ميديا. والجماهير طبعا كانت غاضبة جدا، وظهر الكلام ده على منصات التواصل الاجتماعي. اتهموا الإدارة الرياضية بالفشل في تعويض محمد صلاح، واعتبروا ان سوء التخطيط للمستقبل كان السبب الرئيسي في الأزمة الحالية في الفريق. أحد المشجعين كتب على منصة إكس: مايكل إدواردز رجع عشان يخطط للمستقبل وفشل في إدارة محمد صلاح، وخسرنا لاعب من أفضل اللاعبين في العالم ببلاش. ريتشارد هيوز جاب مدرب مش مناسب، صفقاته تعدت 450 مليون جنيه استرليني، اغلبها فاشلة، الادارة دي محتاجة مراجعة. طبعا يقصدوا المدرب ارني سلوت اللي على الرغم من انه فاز بالدوري مع ليفربول، لكن في الموسم الثاني طلع صفر اليدين وعمل مشاكل مع محمد صلاح تسبب في انخفاض مستواه وبالتالي رحيله عن ليفربول. مشجع تاني كتب: ادواردز وهيوز شايفين انهم اذكى ناس في الكوره، لكنهم خسروا صلاح ومش لاقيين بديل. ليفربول كان محتاج حد يفهم قيمه لاعب بحجم وامكانيات وقدرات محمد صلاح، واحد من بين الافضل في العالم، لكنهم فضلوا يرضوا ارني سلوت على حساب اسطوره بحجم محمد صلاح. كمان قالوا ان صلاح كان لازم يبقى في النادي لمده موسم او 2 من أجل قيادة الهجوم إلى حين التعاقد مع لاعب بقدرات محمد صلاح. وقالوا ان ارقام محمد صلاح
لن يستطيع اي لاعب في ليفربول تعويضها. هيجيبوا منين لاعب يجيب لهم 30 هدف في الدوري كل موسم؟ هيجيبوا منين لاعب يقدر يوصلهم نهائي دوري ابطال مرتين؟ وبالتالي جماهير ليفربول هجمت الاداره واجمعت كلها ان محمد صلاح كان لابد ان يبقى في ليفربول، وان الاداره الفاشله كانت سبب في رحيل واحد من اساطير النادي. احد المشجعين كتب: شاهدوا ما فعله صلاح مع ناديه التركي، لقد فعل كل شيء في كرة القدم، يسجل ويساعد زملائه على التسجيل. مشجع تاني كتب: صلاح بعمر 34 سنة يقود طرابزونسبور للفوز اليوم. مشجع تاني كتب: انظروا إلى صلاح ماذا يفعل، وانظروا إلى لاعبينا ماذا تفعل في الملعب. وكمان مشجع كتب: خسارة محمد صلاح هي الخسارة الأكبر خلال هذا الموسم. مشجع تاني كتب: أرني سلوت الفاشل تسبب في رحيل محمد صلاح أسطورة النادي. كمان مشجع اختتم وقال: صلاح هو أفضل لاعب في ليفربول خلال 20 سنة الماضية، وخسارته كانت مؤلمة جدا لكل ليفربول. لو وصلت معانا لنهاية الفيديو اعمل لايك، اعمل شير، اشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. نقلنا لحضراتكم تعليقات جمهور ليفربول على تألق محمد صلاح وهجومهم على الإدارة وهجومهم على المدرب الراحل أرني سلوت. نختم بخير الكلام: اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.